هاد المشاهد الا وريتيهم لشي واحد ما عارف والو غتبان ليه بحال الا كاينه شي حرب، شباب ومراهقين، عيالات، بنات ورجال بولادهم قاصدين سبته. والسؤال كيبقى واش نيت بصح كاينه الحرب في المغرب؟ كيفاش دوله مقبله على تنظم كاس العالم 2030 دابا ولادها كيجريو باش يخويوها؟ اش هاد التناقض؟ العالم كله دابا كيشوف داكشي واقع في سبته. القنوات العالميه وبالخصوص الاوروبيه واخدين هاد الموضوع رئيسي، ماشي واحد ماشي 10 ماشي 100 وماشي 1000، 49,000 ديال البشر داخلين للسبته باش يحرقوا. ها اللي مشى عمان من البحر، ها اللي دخل من الكرياج، ها اللي نقص الصور، و34 واحد توفى والله يرحمهم. هاد المشاهد كتضر في الخاطر صراحه، والسبب كامل في هاد الشيء راه باين وواضح. سمحوا لي بزاف حيت في هاد الفيديو غادي نبعدوا شويه على المحتوى ديالنا اللي هو كره، وكمغربي غادي نعطي الراي ديالي في هاد المهزله اللي واقع. نفس السيناريو ديال سنه 2021 عاود تكرر مره اخرى، غير هاد المره العدد ديال الناس تضرب في 4. هاد المره شفنا كاع الاعمار، شفنا اسر، شفنا ذوي الاحتياجات الخاصه، شفنا واحد هز مو غادي بها، شفنا واحد هز تربيه صغيره، شفنا اللي سمح في الزياده صغيره وصيفطها بوحدها في البحر. لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي اللي وصلنا ليه خطير بزاف. شوف، بلا ما تقول لي ان السبب في هادشي هو داك القرار اللي عطاته المحكمه العليا في اسبانيا باش اي واحد شدوه في البحر ما يرحلوش، وبلا ما تقول لي باللي المغرب هو اللي تعمد يرخي الحدود من بعد ما مشى الرئيس ديال اسبانيا لعند عبد المجيد تبون. هاد المؤامرات وسياسه الضغط خليها بعيد، حنا غادي نحللوا هادشي من زاويه واحده اخرى. شكون هو اللي خلى هاد الناس يفكروا انهم يخويوا البلاد؟ وباش نكونوا حقانيين، واخا كنهضروا في الحوايج الزوينه في المغرب ما غاديش نسكتوا على داكشي الخايب. هادشي كامل اللي واقع هو الثمن اللي كنخلصوه ملي عطينا الاولويه للمشاريع الاقتصاديه والاستثمارات والبنيه التحتيه اكثر من الاستثمار في العنصر البشري. المشكل الكبير هو ان المرجع الليبرالي اللي خدامه به الحكومه الحاليه ما عطاش نجاح. وبالخصوص موضوع البطاله، هذا المشكل اللي عانى منه المغرب لسنوات، اخنوش وعد المواطنين انه غادي يحد من هذه البطاله، ولكن شفنا العكس، ونسبه البطاله تزاد ب 13%. يعني الارقام هي اللي كتبين الفشل الذريع لهذه الحكومه. زيد عليها هذاك الوعد اللي عطى بانه غادي يوفر مليون منصب شغل، ما بان فيه والو. زيد عليها المشكل العويص في التواصل بين الحكومه والمواطن. هذا بنيت راه شفتوا الرئيس ديال اسبانيا خرج كيهضر على هذا المشكل، كلشي خرج كيهضر الا هما باقيين ساكتين. وبلا ما ندخلوا في التفاصيل ديال غلاء الاسعار والمعيشه، واش خصهم شي 5 سنين وحده اخرى باش اننا نشوفوا النتائج بعينينا؟ الله اعلم. هاد القصيرين اللي باقي ما كملوا حتى قرايتهم، وهاد الشباب اللي خلاو اي حاجه كيديروها ومشاو كيجريو، والعيالات اللي هازين تربيه صغيره وداخلين بها البحر وقاصدين واحد المجهول ولا ممكن نسميوه الامل. دابا واش هادشي جا غير هكاك؟ واش حيتاش دوك الناس ماشي وطنيين اولا ما كيقنعوش؟ لا 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 لا, لا ماشي هكا. هذا صديقي هو الثمن الغالي اللي كتخلصو فاش ما كتستثمرش في التعليم. الحزب اللي جا كيقلب على النتائج بالزربه، كيشوفوا غير تحت رجليهم، ونساو بلي داك الدري اللي مشى كيقلب دابا على يحرق كون قراوه مزيان وفروا ليه تعليم في المستوى كان غادي يكون واعي بشنو كيدير وما غاديش يفكر انه يخوي البلاد. لو الشباب قراو التكوينات اللي غادي يلقاوهم مطلوبين في سوق الشغل، حتى واحد ما كان غيسمح في قرايته وغادي يقلب على الهجره. والمشكل الكبير هو ان هذا الفيروس كيدوز لكاع الدراري، حتى الدراري الصغار اللي ما عارفين والو غاديين كيجريو تابعين. حنا عارفين ان دوك المشاريع ودوك الاستثمارات الكبار بحال المونديال غادي يوفروا مناصب شغل وغادي يخدموا لنا بنادم من هنا لقدام، ولكن كون قريتوا بنادم مزيان واستثمرتوا في تطوير التعليم في المغرب كانوا على الاقل هاد الوليدات غتكون عندهم القدره باش انهم يكابطيو ويعرفوا بلي دوك المشاريع اللي دايرين غادي يعطيو نتائج من هنا لقدام، غادي يقدروا يستوعبوا بلي ان الاصلاح كيخصو وقت. ايوا دابا انتم كتشوفوا الناس كتجري للسبته وما تلوموهمش، حيت كل واحد وظروفه الخاصه وكل واحد ربي بوحدو اللي عارف مناش كيدوز، ماشي حيت انت ولا انا عايشين مزيان دونك راه كاع الناس عايشين بخير في البلاد. يعني بكل خلاصه هادشي كامل راجع للعنصر البشري اللي ما استثمرناش فيه. وانا ما كنقصدش بهادشي بانك توفر واحد الميزانيه باش تزيد تخلص المعلمين مزيان وزيد لهم في الصالير، لا، اللي كنقصد هو التغيير في النظام التعليمي، يجيبوا شي مناهج جديده، قريو الناس لداكشي اللي خدام ماشي داكشي القديم، ولا على الاقل ديروها كوبي كولي الناس اللي في اوروبا، ديروا لهم كوبي كولي وجيبوا داكشي كيقراو وحطوا لينا نقراو هنا. راه بنادم راه كيبان لك مسنضل، راه هادشي كتشوفوه ديال العنف وبنادم مهرقاوي، راه هادشي كامل راجع للتعليم. دابا باش نهضروا في الواقع الدراري، راه داك الحريق راه ما بقاش خدام في 2026، بحال كتهرب من جهنم واحده اخرى. انا عايش في اسبانيا وكنشوف الحياه كيفاش دايره تما، راه ماشي جنه كما كيتصوروها بزاف د الناس. دابا باش نحطك في الصوره الواقعيه وبلا زواق، انت ما عندك لا ورقه لا جوج، كيفاش غادي دير تخدم؟ كيفاش غادي دير تجيب ما تاكل، تجيب طرف الخبز ما تاكل وتشرب، فين غادي تنعس؟ واش كتصحاب غادي تمشي لتما وغادي يفرشوا لك الورد حراق ما عندوش الوراق مسكين؟ الله يا ودي، هاك صالير، هاك باش تعيش، هاك فين تنعس، هاك فين تشرب، هاك زيد داو. اقسم بالله وما ضرب تماره والكرفي لا عقل عليك شي واحد، وكون على اكيد انا ديك التماره اللي خليتيها هنا هي اللي غادي تلقى تما. وهاد الظروف اللي غادي توصل ليها بلا وراق وانت كاين تما، بطبيعه الحال غادي تمشي تسعى اولا تسرق وتعدى لهم على المواطنين ديالهم تما. شوف، اسبانيا احسن من المغرب في الصحه، في التعليم، في الخدمات الاجتماعيه،
في الجوده ديال المعيشه. المهم كتعيش كريم، واكل شرب مخلص كراك هو هذاك. ولكن كنهضر على الناس اللي بوراقهم، ما كنهضرش على الدراري الحراقه اللي كيمشيو كيضربوا تماره وكيدوزوا في العذاب الشديد. راه اسبانيا ولا اوروبا كتاخذ منك كثر ما تعطيك، وسولوا الدراري اللي كاينين تما. ولكن على الاقل تما كتاخذ بزاف من الحقوق ديالك. ما كايناش عندهم الزبونيه وباك صاحبي والمعارف. عندك شي حلم كنتي كدبيه، كنتي كابابل، راه غادي تقدر توصل ليه وغادي يعاونوك توصل ليه. وهذا الشيء هو اللي مخلي بزاف ديال الدراري كيلوحوا راسهم في البحر. شحال من لامين يامال طاح في البحر فزق بالماء كلاها في رجليه. لا اله الا الله محمد رسول الله. دابا كيقولوا انه كاين اتفاق بين المغرب واسبانيا باش يرجعوا كاع دوك الدراري اللي دخلوا تما، والقاصرين ما عرفتوش غادي يطبقوا القانون وغيخليوهم تما ولا غيديروا حاله استثنائيه ويرجعوهم. دراري صغار مساكر كيجريو مخلين والديهم. شحال من لامين يامال دابا كيجري بغى يعتق راسو، باغي كيطمح، باغي يمشي لبلاد اللي يحقق فيها الاحلام ديالو. دابا السؤال كيبقى هو كيف يعقل ان دوله مقبله على تنظيم كاس العالم في 2030 بالمشاركه مع اسبانيا، وفي نفس الوقت ولادها كيقلبوا يهاجروا ويهربوا لديك البلاد الاخرى؟ دابا غير واش كاين شي تفسير منطقي لهذا الكاب اللي بيننا وبينهم في هذا القطاع الاجتماعي؟ وبخلاصه ومن الاخر المغرب مغرب سرعتين، كاين المغرب وكاين مروكو. وبكل بساطه الدوله فضلت انها تستثمر في الحجر قبل من بنادم. سبقوا البنيه التحتيه، الاستثمارات، المشاريع والقطاع الاقتصادي، وهذا الشيء ماشي عيب، حيت ظنا منهم ان هذا الشيء غادي يوفر مناصب شغل كثيره وغادي يحد من البطاله وكل شيء غادي يولي بخير. ولكن قصروا من جهه اخرى اللي هو العنصر البشري، التعليم والصحه، اللي هادو هما الاساس. واش دابا ونرجعوا الميزانيه كامله للقطاع التعليم والصحه، نخليو داك الشيء في نص الطريق ونخليو دوك المشاريع ما يكملوش ونعاودوا ازيرو، اولا نكملوا على هذا النهج؟ الله اعلم. هذا كان هو الراي ديالي الاخوان. انا ماشي سياسي، ما كنحملش اصلا السياسه ندخل فيها ونبقشش فيها بزاف، ولكن هذا الموضوع صراحه كيضر. فاش كتشوف دوك اللقطات ديال الناس مساكن غاديين كيجريو وكيمشيو لواحد البلاصه كيظنوا انه كاين تما امال، كاينه حياه، كاين مستقبل، اللي غادي نقول هو سير الله يسهل على اي واحد داز، اي واحد مشى لديك البلاد الله يسهل عليه. غير خدم، تقاتل على راسك، قرا مزيان، عمر هذا مزيان، ما تبقاش غير هرقاوي وجاهل وتبقى تمشي تضرب تماره تما عندهم بدون جدوى. قرا مزيان، عمر راسك، خدم شي حاجه مزيانه، كون اسره، كبر وليدات مزيانين. والناس اللي كاينين هنا تا هما الله يسهل عليهم، الله يحل لهم ابواب الخير. تا انا راه شوف راه كاين ما يدار غير صعيب. كيخصك تكون في البلاد تكون واعر بزاف باش انك توصل لبعض الحوايج وتنجح وتحقق نجاح. في اوروبا اي واحد يقدر يعيش فيها مزيان، يعيش كريم. هنا خصك تكون ديال راس، تكون واعر، تكون دماغ، تكون نزق كما كنقولوا. هادشي اللي كان اصدقاء. جاوبوني في الكومونتير، عطوني الاراء ديالكم. كيفاش كتشوفوا الموضوع؟ اش بان لكم؟ واش عندي الصح او لا غير كنخربق؟ انا هادشي اللي بان ليا. والله يدير شي تاويل الخير، الله يرحم دوك الناس اللي ماتوا مساكن وذنوبهم على دوك المسؤولين اللي سببوا في هادشي كامل. والسلام عليكم.